شباب بيقعدوا على الكافيتيريا يوم الخميس او بيقعدوا على الكافيتيريا بالليل في وسط البلد عايزين نعمل حاجه. فبدا خلاص انت عندك ايه؟ ما هو مش عامل حاجه انت ما عندكش فيها خبره. انا حسن في التصنيع بقاله سنه او سنه ونص، وانا عندي في التسويق بقالي مثلا سنه، فتيجي نعمل حاجه ليها علاقه بده. فعملنا حاجه احنا بنفهم فيها وبنبيعها حرفيا، مش حاجه بره اللي احنا عارفينه. احنا ما كناش ساعتها لا عندنا فلوس ولا عندنا خبره وعندنا اي حاجه، بس كنا ساعتها انا بالنسبه لي احنا كنا بنقعد كل اسبوع. طب الاسبوع الجاي بقى هنسرش عن كذا، طب هنجيب الاسم. وكان الاسبوع بالنسبه لي ايه؟ احنا بنخرج. هي في فصله كده بالنسبه لي حولت ستره من احنا قاعدين مثلا من شهر 10 بنجهز للصيفي، احنا لازم نبدا الفصل دي. احنا خلاص يا جماعه احنا جبنا، انا عارف هنجيب الديزاينز منين وهنعمل لوجو ازاي ومش عارف ايه. بس في فصله كده احنا ايه، خلاص يا جماعه احنا هنجيب القماش. حسن قال لك هنجيب قماش، فكل واحد هياخد 5000 جنيه. كل واحد كنا احنا 4 ساعتها، فكل واحد هيجيب 5000 جنيه، فهنجيب ايه 20000 جنيه ننزل نجيب بيه القماش. الفصله دي انا في الاخر ايه، انا المشروع بالنسبه لي ايه، انا عارف انت ايه، احنا بنقعد وبنتكلم عايزين نعمل حاجه. اتحولت بالنسبه لي بقى الحاجه دي بقت حاجه فعليه وحمل ومسؤوليه. لما رحت حكيت لوالدي انا معايا 5000 جنيه، مش معايا 5000 جنيه، مش معايا ولا جنيه اصلا. فسايب شغلي بقالي فتره وباخد مصروف عادي. فرحت حكيت لابي في شبين. رجعت اخر يوم الخميس ده خلصت الميتنج ورحت له بعد الفجر، قعدنا مع بعض. قلت له انا عندي 1 2 3 4 عايز اعمله. فهو قاعد بقى ايه يسالني طب هجيبه ده منين؟ طب التصميمات دي هتعملوها ازاي؟ طب فقعد يسالني كتير جدا في البيزنس، هتصوره ازاي؟ طب هتبيعه ازاي؟ طب فانا قعدت اجاوب وقعدنا نتناقش. بعدها ابي دخل اوضته طلع اداني 5000 جنيه. فدي كانت بالنسبه لي انا ما كنتش متخيل ان اصلا والدي سايبني 5000 جنيه. يعني ايه 5000 جنيه اصلا؟ والله ما اعرفش الرقم ده يعني ايه ساعتها يعني. فما اعرفش ان والدي اصلا عنده 5000 جنيه جوه جوه الاول. طب معلش بقى دخلني اقفل عليا. فالرقم بالنسبه لي ايه ده؟ 5000 جنيه. فانا معايا فكره وكذا، وابويا مديني 5000 جنيه وقال لي ساعتها، يعني هو اداني قال لي ايه ابدا بيها، ولما ربنا يكرمك وكده يبقى ادهاني تاني. يعني ايه مش اللي هو ايه هروح اضيعها وخلاص. فبس دي كانت مسؤوليه بالنسبه لي. انا رحت يا جماعه انا كنت انا اول واحد بعتهم في الجروب يا جماعه انا جبت ال 5000 جنيه، كنت اول واحد. فبدات الشراره من هنا. حسن برضو استلف من والده ولا من اخوه، وكل واحد كنا استلفنا، كلنا طلبه، كلنا طلبه، كلنا معناش فلوس حرفيا. ما كانش حد معنا فيه بقى ايه واحد وارث ولا واحد غني، كنا كلنا غلابه. بدات المرحله البيزنس يتحول ساعتها بقى لايه لبيزنس. احنا نزلنا اشترينا بقى، رحنا الغوريه في الازهر اشترينا بقى قماش، وقعدنا بقى فجبنا بقى قماش الالوان اللي احنا شفناها الالوان كويسه، عملنا نعمل ديزاينات على الالوان اللي احنا اشتريناها.